تخيلوا يا اخوات العمدة ايه اللي حصل. اكتشفنا فجأة جال ان في قاعدة اجنبية على ارضنا هنا في مصر، وفيها بقى قوات ومعدات وطيارات ومسيرات تبع اللي ما يتسموا، والجيش بتاعنا نايم في العسل. لا وكمان بعد ما عرفنا لا عارفين نخش عليهم ونمشيهم ولا قادرين نفتح بوجنا معاهم بكلمة. كابوس يا جدعان مش كده؟ اهو ده اللي حصل بالظبط يا اخوات العمدة، بس اطمنوا مش في مصر، ده حصل على ارض العراق. واللي كشف المستور بقى ولا اقمار صناعية ولا رادارات، دي جريدة وول ستريت جورنال قالت لك ايه بقى؟ واحد راعي غنم بسيط وهو ما يسرح في الصحراء لاحظ كده شوية طيارات هليكوبتر اما تتحرك ومخيلاه. ده غير انه قال لك وانا نايم اما اسمع اصوات خبط ورزع وتحركات غريبة عجيبة. يعني تخيل كي قاعدة اجنبية على ارضك ما يكتشفهاش جهاز المخابرات بتاع بلدك ولا الجيش، لا ده حتة راعي غنم لقاها بالصدفة. الراجل لقى الخبط والرزع جايب له صداع والمروحيات والهليكوبتر مخيلاه، راح مبلغ فورا السلطات العراقية، راح على طول الجيش العراقي قال يا هادي واستنى كل حد وقت الفجر، وراح بعت قوات استطلاع عشان يتأكدوا من الكلام ده. وهوب القوات اول ما جربت لقت المعمعة اشتغلت في وشها، اشتباك مباشر مع قوات اللي ما يتسموا على الارض، ومش بس كده طلعوا كمان من فوقيهم بغارات جوية. كل ده فين؟ جوه ارض العراق. والنتيجة ان جندي عراقي طلع عند ربه فوق، وجنديين كمان اتصابوا في قلب بلدهم. عارفين بقى ان الجماعة اياهم كانوا عايزين يعملوا الفيلم الحمضان ده ويعملوا قاعدة جنبينا في ليبيا، لكن العمدة الكبير بتاعنا كان صحيلهم ومصر عرفت، ومش من راعي غانا، احنا عندنا يا بيه اقوى جهاز مخابرات في الدنيا. وراحت مصر على طول جايبة الامريكان واللي ما يتسموا من ودانهم وقالت لهم القاعدة دي لو قعدت هنقومها وهنمسحها من على الخريطة فورا، حتى لو رفعتوا عليها علم المريخ مش بس علم امريكا. ومصر ما كسرتش مجاديفهم بس دي نهت على الفكرة من جذورها، ورحنا على طول عاملين قاعدة عسكرية مصرية جبارة غرب ليبيا عشان نقفل السكة دي خالص مالس. ده غير القواعد اللي رشجناها في الخليج وقلب الدنيا دلوقتي. وده ليه بقى يا اخواتي العمدة؟ عشان لو المعمعة جامد بيننا وبين اسراء وامريكا فكرت تغلط فينا من قواعدها اللي موجودة في الخليج، نقوم عليهم ونهيج ويلقونا في وشهم، عيننا في عينيهم وايدينا على ايديهم، لانهم ليهم سابقة معانا وعملوا كيف 67 والطيران الامريكي طلع علينا من ليبيا. لكن المرة دي يا حبيبي اللعبة محكومة، وفي كل حتة لينا عين وفي كل مكان لينا ايد، وفي ثانية هتلقونا في وشكم منشكوا. الناس بقى اللي كانت مستغربة ازاي اسراء ونشنت على ايران بالدقة دي، الموضوع دلوقتي اتكشف والسر اتعرف. هي بالقاعدة دي لما تبعد عن ايران 400 كيلو بس كل العمليات كانت اما تطلع منها. تخيل يا بنت وهو تكتشف فجأة كي ان عدوك بني اوضة وصالة في قلب بيتك وانت مش عارف. دي مصيبة سودة يا باوي وخيبة تقيلة، ازاي ده يحصل؟ اقول لكم يا اخواتي العمدة الحكاية بدأت لما الامريكان فككوا الجيش العراقي في 2003، واول ما فاقوا لنفسهم وحبوا يعملوا جيش تاني قوي وكفت لهم في الزور ايران. واول ما فاقوا لنفسهم وحبوا يعملوا جيش تاني قوي وكفت لهم في الزور ايران. وده ليه بقى؟ عشان الجماعات بتاعتها اللي في العراق تفضل هي اللي مسيطر على الارض. والنتيجة المرة يا اخواتي العمدة ان العراق بقت ملطشة للكل اللي مالوش جيش اما يتكل على جفاه عيش. مكان يا بيه على ارضك في منصات اطلاق وطيارات حربية ومسيرات وفرق خاصة وليلة سودة، مستقطعين حتة من ارض العراق ومخرجينها بره سيطرتها تماما. بلدك يا بيه جايمة فيها خناقة بين بلدين وانت كومبارس في النص. كل ده عشان ما عندكش قوة جوية تشم خبر، وما عندكش جيش يوقف
في اي حد يحاول يمس سيادتك، واخد بالك سيادتك؟ والمكان ده موجود في صحراء النخيب بين النجف والانبار، صحراء بقى طويلة عريضة جرداء لا فيها سكن ولا اعمار، وانت ما عندكش لا جيش ولا استطلاع جو، بقت منطقة عامية. عرفتوا لما نشق الجبال ونعمل طرق وكباري وانفاق في قلب الرمل عشان ما يبقاش في سنتي واحد من ارضنا بعيد عن عينينا. جيش مصر يا اخواتي العمدة اللي مالي مركز ودرع المنطقة موجود في كل متر في سينا، فاردين يا به السيطرة كاملة والسيادة الوطنية فوق اي كلام. اطمن واتغطى ونام. الرسالة وصلت يا بنت وهو، ولا نبعتها لكم بالمسيرة اللي واقفة على بعد 100 متر من الحدود بيننا وبينكم؟ عايزين سقفة كده يا جدعان وزغروطة مدوية لمصر وجيش مصر وتحيا مصر. حد سمعني؟ طب حد شايفني؟ شيروا لهم وابعتوا لهم ووجعوهم.